ترامب السعودية هي سبب رفع العقوبات عن سوريا. يشرح سبب موافقته على رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب سلمان بن عبد الله العزيز آل سعود. لديه قلب كبير. قال: لا يمكنكم الصمود مع هذه العقوبات. فقلت: فلنمنحهم فرصة. هذه الطائرة ليست لي، هذه تمنح لسلاح الجو الأمريكي، يعني إن كان الرئيس، لكنني أريد فقط أن أقول أنها قصة يسارية راديكالية. أعتقد أن الأمير تميم أهين في الواقع، يعني قدم هدية لمساعدة شخص ساعده، كانت لفتة لطيفة منه، إنه رائع. لقد كان السوق سعيدا حقا بالوضع في الصين. الرئيس ترامب لولا بأمرهم تلك الصفقة مع الصين لكانت الصين قد تفككت. بلدنا يتمتع بروح معنوية عالية. هل تعلمون السبب؟ بسبب 5 نوفمبر. كل الأخوة والأخوات المتابعين اللي دخلوا معنا اللايف، رح نتحدث الجزء الأول باللغة العربية، ونسأل الخير أيضا للمتابعين الرائعين اللي بيدخلوا دائما ويحطوا تعليقات سلبية أيضا، كما أنتم رائعين. تحياتي لكم جميعا. طبعا رح أبلش. أنا دائما أتحدث بالمواضيع المستقبلية ولا أتحدث في الماضي، لكن بدنا نستذكر طبعا خلال السنوات اللي فاتت كلها، كل اللي بتشوفوه على الأرض الآن اللي بيحصل في سوريا ولا بالشرق الأوسط ولا على مستوى العالم أيضا نوعا ما، الأخوة المتابعين لي واللي هم بالآلاف بيعرفوا كل ما تحدثنا فيه تحقق 100%. تحقق 100%. والمتابعين بيأكدوا هذا الكلام، ليس كلامي أنا يعني، وهم اللي شافوا هاي. فنحن شفنا اليوم الأخبار المتداولة بتقسيم سوريا إلى 5 أقاليم جغرافية. طبعا البداية تكون أنه الادعاءات أنه هي أمنية، لكن ليش هي جغرافية؟ بالأساس عندما تكون أمنية لا يقال جغرافية، يقال 5 مناطق أمنية، يعني لضرورات أمنية. طبعا هذا رقم 5 أنا بتداوله منذ سنوات طويلة جدا، وقلت لكم حتى يعني قبل 3 سنوات تقريبا من الآن أن سوريا سوف تقسم إلى 5 أجزاء إدارية سياسية، وبالتدريج أيضا. طبعا خلال الأيام اللي فاتت تحدثت عن إقليم الساحل والتخطيط لإقليم الساحل. الأخوة في الساحل كثير انتقدوني يعني خلال الأيام اللي فاتت، لأنه ما بيعلمون أو ما بيعرفوني كانوا، فشافوا على الفيديو على اليوتيوب فبدأوا بالحديث أنه ترامب عم بيرفع العقوبات، ترامب عم بيعترف بأحمد الشرع، فأنت يعني شلون بتحكي عن إقليم الساحل قبلها؟ فكلامك كله طلع مو صحيح. ما هكذا تورد الإبل في السياسة، وأنتم تجهلونني، لذلك أنا يعني بعطيكم العذر في التهجم علي. بصراحة بقول لكم إياه، أنا بعطي العذر هذا لأنه أنتم ما لكم متابعيني وما بتعرفوني أساسا يعني، وخصوصا أنه أنا ما كنت أتحدث اللغة العربية كثير بالفترات اللي فاتت. كثير إلا عن طريق يعني منصة التيك توك كمداخلات سياسية فقط. فلذلك أعذركم يعني هذا الشيء، لكن راح يتوضح لكم الصورة خلال الفترة القليلة القادمة، وراح تبين الخطوط الجغرافية للتقسيمات اللي راح تحصل في سوريا على شكل لا مركزية إدارية بدايتها، أو تقسيمات جغرافية لا مركزية سياسية إدارية. وهذا هو مطلب الدول العظمى من أحمد الشرع، وهو بيقوم بتطبيق ما مطلوب منه على قدم وساق، وهي حقيقة عشان تعرفوها. مسألة رفع العقوبات، شفنا التصريحات اللي خرجت كلها قالت، حتى وزارة الخارجية الأمريكية، المتحدث باسم وزارة الخارجية، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكية، كله أكد أنه أساس رفع العقوبات لحماية الأقليات، هم الشرط الأساسي. نرفع عنك العقوبات بس مقابل حماية الأقليات اللي موجودة في سوريا. طبعا المسألة جديدة جدا، صعب أنه تصديق هذا الكلام إلا من خلال الفترات اللي راح تمشي فيها. اليوم خرج وزير الخارجية الأمريكي وبكل وضوح قال أنه أحمد الشرع طالبنا بمساعدته في محاربة الإرهابيين والمقاتلين الأجانب اللي موجودين في سوريا، ونحن مستعدين لمساعدته. طبعا نقدر نحن نرجع
طبعا روبيو والشرع طلب مساعدتنا في طرد المقاتلين الأجانب والسلام مع إسرائيل، ونحن مستعدون لمساعدته طبعا يعني بما معنى الحديث، وقد طلبت مساعدتنا في ذلك وسنسعى. من الواضح أننا نريد أن نرى تقدما وسنخطو خطوة نحو الأمام. نرجع نعيد باللغة الإنجليزية من دون تعليق، ولكم المتحدثين باللغة الإنجليزية لحتى يفهموا. Elements of Syrian society are able to live together. They've expressed an interest in being at peace with all of their neighbors, including Israel. They've expressed an interest in driving out foreign fighters and terrorists and others that would destabilize the country and are enemies of this transitional authority. And they've asked for our help. And so we're going to try to help them. Now, obviously, we want to see progress made, and we'll take every step that they take, and it'll be a long road because it's been a long time. So we recognize that, but this is a historic opportunity. And if it succeeds, we'll have a dramatic transformative effect on the region. طبعا هاي أنا شرحتها في خلال الفترات الطويلة اللي راحت كلياتها، اللي سميتها أنا المرحلة 3B اللي راح يضطر فيها أحمد الشرع إلى الطلب من الأمريكان بمساعدته ومحاربة الأجانب. كلياتكم تذكروا الكلام اللي تحدثت فيه خلال السنوات اللي فاتت كلياتها، وأنا وضحت لايفات عديدة وكان موجود آلاف الناس اللي كنت بقول لكم أنه أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني هو أساسا ضابط مخابرات بريطاني، وهذا الكلام كان يصدم كثير من الناس، صار عليه تهجم كثير فيه أنه كيف أنت تحكي كلام مثل هذا زعيم تنظيم القاعدة في سوريا، هذا كان مع أيمن الظواهري، كان مع أبو مصعب الزرقاوي عفوا، وبعدين صار اليد اليمنى للبغدادي، وبعدها تحول إلى الشام وبنى تنظيم القاعدة اللي موجود في الشام، وانشق عن التنظيم 11 وكون تنظيم لنفسه، وبعدين انقلب على تنظيم القاعدة أيضا. نعم هذا الكلام كله صحيح، وهذا هو دور المطلوب منه بالأساس كشخصه. بدنا نميز هنا ما بين شخص أحمد الشرع وتنظيمه. طبعا المتابع، وكنت أشرح هذا الكلام دائما، أنه ما يحصل في إدلب بوقتها كان يحصل في إدلب أنه كان هو أساسا بينظف التنظيم، فهو اعتقل ما يقارب 10,500 إنسان من كبار قادة تنظيم القاعدة اللي كانوا موجودين وزجهم في السجون في إدلب، عدا اللي قام بتصفية العديد من المقاتلين الأجانب اللي موجودين معه، فجهز تنظيمه بشكل أنه يكون قادر يسيطر عليه لحتى تجي لحظة أنه يستلم منطقة غرب الفرات كلياتها. والكل يذكر كلامي اللي كنت بقوله قبل سنوات عديدة، أنه أبو محمد الجولاني بالذات سوف يستلم منطقة غرب الفرات كلياتها، وهكذا هو المشروع حسب فهمي للسياسة خلال السنوات اللي فاتت كلياتها. والآن العدد ما يقارب 2000 شخص يسمعني ويؤكد، أعتقد أنه كانوا معي بالفترة اللي فاتت 2000 شخص يتفق معي بهذا الكلام اللي دائما كنت أنا بردده. هلا نعم في هناك تجاوزات كبيرة، هناك بعض العناصر الراديكالية إلى الآن في تنظيم أحمد الشرع، لكن سيتم قريبا التخلص من هؤلاء. طيب في كثير ناس راح تقول لي المسألة مسألة الإنسانية ومسألة إنه بدنا نستنى لسه وبدنا كذا. طبعا أخواننا اللي موجودين في الساحل والموجودين في الداخل وفي كثير من اللي يعني تعرضوا إلى الظلم والاضطهاد بشكل كبير جدا. طبعا السياسة لا تقاس بالعواطف، والدول العالمية ما بيهمها الشعوب، مشان تعرفوا هذا، ولا بد أن يكون هناك دائما ثمن، والثمن دائما يكون الأبرياء، وهذا أمر لا يختلف عليه الاثنين، خصوصا المتابعين في السياسة الدولية بشكل كامل والدول اللي حصلت فيها حروب. يعني هنا ما راح أعطي أمثلة كمان، لأنه شواهد كثيرة أيضا اللي نتحدث فيها خلال السنوات اللي فاتت كلياتها. فالمسألة لابد أن يكون ثمن، نعم، والثمن هو دائما لأبرياء. فبنشوف نحن المجازر اللي حصلت، الأمور اللي حصلت لحتى تتبلور الصورة السياسية اللي من خلالها راح تنطلق الدول العالمية كلياتها. اليوم شفنا قرارين هامين للغاية،
أحدهما تقسيم سوريا على أساس أمني جغرافي، وهذا راح يحدد خارطة الأقاليم اللي راح تكون في سوريا. يعني من الطبيعي جدا أنه أحمد الشرع لا يخرج مباشرة يقول للعالم ويعلن أنه نحن سنقسم سوريا إلى فيدرالية ولا مركزية أو أقاليم أو كذا. طبيعي راح تكون هذه المسألة بالتدريج. المسألة كيف تكون بالتدريج؟ يعني أنه أول شيء تقسيم إداري أمني، ثم تنطلق المراحل الأخرى على أساس هاي التقسيمات الجغرافية اللي راح تحصل في سوريا. وهذا أول اتفاق، أول الاتفاقات اللي كانت موقعة ما بين الجنرال مظلوم عبده وأحمد الشرع، والتي ما صدرت للإعلام. اشترط علي جنرال مظلوم عبده وقتها تقسيم سوريا إلى أقاليم، 5 أقاليم، من ضمنها أيضا إقليم الساحل مشان تعرفوا. يعني هذا الشغل كله تبع جنرال مظلوم عبده بالأساس، والاتفاق اللي حصل ما بيناتهم. فبدأ اليوم بشكل إعلامي تهيئة الشارع السوري للتقسيمات الإدارية التي ستحصل في المستقبل، وهي 5. الشيء الآخر والهام للغاية إعادة الأمنيين والضباط اللي كانوا في حقبة النظام إلى عملهم مرة أخرى، خصوصا يعني ذكروا بأن الذين لم تتلطخ أيديهم في الدماء، الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء. هاي كلها طبعا كلام، هذا كله كلام في كلام، وهو تهيئة وللاستهلاك الإعلامي. وأنا علمت الأخوة المتابعين، خصوصا اللي أقدر أعتبرهم تلاميذي في المسائل السياسية المتواجدين، واللي يقدر عددهم دائما أكثر من 1000 شخص، أنه التصريحات الإعلامية لا تؤخذ بمحل الجدية، لأن التصريحات الإعلامية هي موجهة للشعوب. وإحنا تعلمنا شيء هام للغاية، أكثر من 95% من الشعوب هم عبارة عن ناس تتأثر بوسائل الإعلام، ويسمونه هنا في السياسة سياسة القطيع. فلذلك هي عبارة عن تهيئة للرأي العام السوري، تهيئة للرأي العام السوري للتقسيمات الإدارية الجديدة اللي راح تحصل على الساحة السورية، وراح تكون هي كلها بالتدريج. وهالخبرين هدول خبرين هامين للغاية، وأعتقد أنه كل الأخوة المتابعين اللي منذ سنوات طويلة جدا يؤكدون الكلام اللي حكيت لكم إياه قبل 3 سنوات و4 سنوات، وتحدثت عن كل المرحلة اللي بتحصل فيها ما يحصل الآن على الأرض. وتحدثت لكم عن قطاع غزة قبل أن تبدأ العملية في غزة، وتحدثت لكم عن عملية جنوب لبنان، وحتى سيتم اغتيال حسن نصر الله كمان حكيت لكم إياه. لا يوجد شيء مما حصل في المحيط الإقليمي كلياته وما حكيت فيه حرفيا، ولا ما أعطي احتمالات. ما أعطيت يوم من الأيام في عمري احتمالات، أعطيت شيء واحد فقط وهو اللي حصل بتأكيد كل الأخوة اللي موجودين. طيب الآن شو اللي عم بيحصل؟ بدنا نعطي النظرة المستقبلية. طبعا من بين الأخبار أو الأمور اللي حكيت لكم إياها هي منع الأتراك من الاقتراب من الساحل السوري. أنا أذكركم بشيء هام للغاية. بتتذكروا أول ما سقط نظام بشار الأسد كيف تهافتت الأتراك بشكل كبير، وبدهم يعملوا عقود دولية، وبدهم يعملوا تقسيم إعادة رسم الحدود البحرية وشركات وسكك وأمور وكهرباء وكذا وهاي، وكانوا الأتراك مندفعين بشكل كبير لهذا الموضوع. وقتها خرجت أنا شخصيا وحرفيا وقلت لكم لا يمكن للأتراك بأنه يقوموا بأي عقود دولية، لأنه هذا مرفوض. أولا من ناحية القانون الدولي لا يجوز لحكومة انتقالية أو حكومة لم غير منتخبة أو حكومة غير شرعية أنه هي تبرم عقود دولية. هذا واحد، لأنه سهل الطعن فيها أمام المحاكم الدولية. الأمر الثاني أنه المصالح الدولية لن تسمح لتركيا أنه تبرم هاي العقود. فهذا كله كلام هراء وليس له أي أساس من الصحة. طيب قبل 2 أو 3 خرجت لكم وقلت لكم أنه في اتفاق أو شركة فرنسية عقدت اتفاق مع السوريين مبدئي. طبعا ينتظروا لبين تصير الحكومة حكومة
شرعية ومعترف فيها سيتم تثبيت العقد هذا. هي مذكرة تفاهم ما بين شركة فرنسية على ميناء اللاذقية. تتذكروا هذا الكلام. طيب، امبارح نسمع أن هناك اتفاق مبدئي أيضا ما بين الإمارات العربية المتحدة والحكومة السورية على ميناء طرطوس، على ميناء طرطوس ولتطوير ميناء طرطوس. إذن هناك أمرين هامين للغاية، أنه أعداء تركيا بدأوا الدخول إلى الساحل السوري. أعداء تركيا واحد منهم فرنسا والثاني هو الإمارات العربية المتحدة. وتعرفوا أنتم خلال السنوات اللي فاتت كلها كان الصراع ما بين الإمارات والأتراك على أشده. طيب، بده يجي واحد هلا يسألني الروس في طرطوس. نعم، الروس في طرطوس. طيب، شلون الروس في طرطوس والإمارات توقع عقود مع الحكومة أو مذكرات تفاهم مع السوريين. يعني قبل 3 سنوات لما كنت أقول لكم الروس مسألتهم في سوريا مؤقتة، ومجرد الاتفاق في أوكرانيا، مجرد الاتفاق في أوكرانيا سيخرج الروس من سوريا. ممكن فقط المصالح الروسية بقاعدة هميميم وميناء طرطوس اللي هي مد لوجستي للقوات الروسية الموجودة في وسط أفريقيا، أو يعطوا الروس بديل. هذا الكلام كله تتذكروا. فمجرد توقيع الإمارات على ميناء طرطوس هذا يدل أنه مسألة أوكرانيا راح قريبا يبدو أنه راح تنحل. وحتى لو كانوا الروس موجودين، حتى ولو كانوا الروس موجودين ما راح يأثر، لأنه أكثر الدول اللي كانت خلال السنوات اللي فاتت عندها علاقات ممتازة مع روسيا الإمارات العربية المتحدة. لا تنسوا صفقات الأسلحة اللي اشترتها الإمارات العربية المتحدة من الروس خلال السنوات اللي فاتت. ولا ننسى التحول اللي حصل أثناء الثورة السورية أيضا، أنه الإمارات بدأت بدعم النظام وبدأت بدعم الجيش الروسي اللي موجود في سوريا أيضا، وانقلب على الأتراك بعد ما الأتراك أعادوها بشكل كبير. فحلت كل الكتائب اللي كانت هي بتدعمها في سوريا وتوجهت إلى دعم النظام نوعا ما ودعم القوات الروسية اللي كانت بتحارب الكتائب اللي محسوبة على تركيا، أو ما يسمى كتائب الجيش الحر وقتها. وهذا تحول أعتقد أنه كثير من الناس بيعرفوه. فلذلك حتى ولو الروس موجودين راح يكونوا متوافقين مع الإماراتيين في مسألة الساحل. إذن هناك فرنسا دخلت إلى باتفاقيات مع أحمد الشرع على ميناء اللاذقية، وأيضا اتفاقات إماراتية روسية أمريكية على ميناء طرطوس. وسابقا أنا قلت لكم أنه في هناك توافق روسي أمريكي فرنسي على إقامة إقليم الساحل، وهذا راح أشوفه بالفترة القليلة القادمة، وراح أشوف كل الناس اللي انتقدوني في هذا الموضوع بعدها. طبعا امبارح حكيت لكم أمر هام للغاية، وإحنا راح نشوفه خلال الفترة القادمة. حقيقة نتنياهو في مأزق، ومأزق نتنياهو لن يحل إلا بحرب جديدة. لابد للحرب من الاستمرار لحتى هو يستمر في الائتلاف الحكومي القائم في إسرائيل. هل تذكرون بداية حرب غزة لما قلت لكم الصراع سوف يكون شديد ما بين نتنياهو وبايدن، وسينتصر نتنياهو وسيضطر بايدن إلى الانسحاب من الانتخابات الأمريكية، وهي مسألة كسر عظم ما بين الشخصيتين؟ الآن نلاحظ شيء مختلف. هو ليس صراع ما بين نتنياهو وترامب، ليس صراع أبدا، وترامب بالنهاية سيرضخ لكل
ما يطلبه نتنياهو، لكن أمام جنوب لبنان الآن وقطاع غزة وجنوب سوريا حرب قادمة لا محالة. يعني إسرائيل راح تستمر في الدخول في الجنوب السوري لحتى توصل حالها للمواقع المرسومة لها. بالنسبة لجنوب لبنان أيضا راح تقوم بإنهاء كل التهديدات اللي راح تجي وما يقوم قائمة لحزب الله مرة أخرى. قطاع غزة احنا شايفين من امبارح نبلش فيه. اليوم بنشوف انه الاخبار الامريكيه والقنوات الامريكيه كلها تتداول خبر عن ترامب بانه استطاع اقناع الليبيين بتهجير 1,000,000 فلسطيني من غزه الى ليبيا. وهذا الكلام انا قلته قبل سنتين. قلت لكم انه اهل غزه سيتم ترحيلهم الى الحدود الليبيه المصريه، ولن تسمح اسرائيل بان يكونوا قريبين من الحدود. وشفنا نحن كثير كلام اللي كان يطلع صفقه مع سوريا، اردوغان كان بده اياهم على سوريا، نعم كان بده اياهم، وهذا كلام حقيقي وكذا، لكن نتنياهو لم يوافق على هذا الامر واسرائيل ما وافقت على هذا الامر. فسيتم تهجير 1,000,000 فلسطيني من قطاع غزه الى ليبيا والحدود الليبيه المصريه، والقسم الآخر سيتم توزيعهم على العالم لإنهاء أي وجود فلسطيني في غزة بسبب الميناء اللي حكينا عن أهميته في المعابر الاقتصادية اللي بيخططوا لها. طبعا كثير من الناس سألوني أيضا أنه سبب زيارة ترامب هل هو من أجل المال؟ كل من يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى الدول العربية من أجل المال فهو واهم. هي تذهب من أجل النفط. الولايات المتحدة الأمريكية تنتج 14.5 مليون برميل من البرنت الخام يوميا، والدول العربية مجتمعة بتنتج 20 مليون برميل يوميا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تضاهي تقريبا فرق 5 مليون برميل يوميا الدول العربية كلياتها مجتمعة. هنا مو بيهم الولايات المتحدة الأمريكية الدولار. ليش؟ لأنه هي أساسا تطبع الدولار من دون مقابل ومن دون ما يكون عندها مقابل له ذهب. لكن المسألة هنا هي أسعار البترول. السيطرة على أسعار البترول وربطها بالدولار هي المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فزيارتها للخليج وهي كلياته والصفقات اللي عملها كلياتها هي كلياتها حتى يربط دول الخليج دائما بالاقتصاد الأمريكي، وهذا المهم. وأيضا جمع 5 تريليون دولار اللي تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لبدء مشروع طريق الحرير الهندي إلى قطاع غزة وميناء حيفا. فبداية المشروع تحتاج إلى 5 تريليون دولار، والرقم هذا حدد في قمة شنغهاي في عام 1922 أنه برأس مال أولي اللي هو 5 تريليون دولار. فإحنا إذا جمعنا الصفقات اللي عملها ترامب مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات ومع قطر ومع البحرين والدول الخليجية كلها، رح نشوف الرقم هو 5 تريليون دولار. هو نفس الرقم اللي وقعوا عليه في قمة شنغهاي في الهند قمة 20، واللي اتفقوا فيه على المشروع الاقتصادي أو المعبر الاقتصادي من الهند إلى إسرائيل ومنه إلى أوروبا وأمريكا كرأس مال أولي لبدء المشروع. فإحنا قريبا رح نشوف بدء هذا المشروع. طبعا مشروع معبر داود اللي أول واحد تحدث فيه قبل سنوات عديدة هو أنا، وشرحت لكم على الخرائط كل المسألة، هي ما في داعي نعيد فيها نهائيا. والمراحل هاي قادمة لا محالة. طبعا الأتراك من المطالب اللي مطلوبة من أحمد الشرع هو تحجيم قدرة الأتراك في سوريا، وهو راح يقوم بهذه العملية. والأتراك مجبرين وراضخين، يعني مو أنه الأتراك مو عرفانين أنه مطلوب من أحمد الشرع أنه يطلع الأتراك، لا، بس هو يعني قال للأتراك بكل وضوح هذا مطالب الغربية، مطالب إسرائيل. طبعا صارت الاجتماعات اللي حصلت ما بين الإسرائيليين والأتراك في أذربيجان، وكان في أيضا من الحكومة السورية اللي أخذهم الوفد التركي معهم أيضا للحوار مع الإسرائيليين.
أحمد الشرع موافق على كل طلبات الإسرائيليين، والأتراك مضطرين ورضخوا اللي طلبوا منهم الإسرائيليين لن يكون هناك تواجد عسكري تركي على الأراضي السورية. هذا أمر واضح. قريبا سنشاهد تخلي الأتراك عن كل الكتائب اللي كانت تدعمها بشكل نهائي، وراح ينسحب الأتراك من الأراضي السورية، لأنه هذا مطلب دولي، مطلب فرنسي أمريكي بريطاني روسي، كل الدول إسرائيلي، كله أنه الأتراك لن يكون لهم دور عسكري في سوريا هنا، لكن راح يعطوهم دور اقتصادي، دور اقتصادي في إعادة الأعمار وغيره، أمور غير عسكرية. طبعا الأتراك ما لهم ولا حول ولا قوة في هذا الموضوع، ولا يستطيعون حتى أنه يفرضون نفسهم أكثر، لأنه راح يكلفهم أكثر بقائهم في سوريا حقيقة. فما نستبعد بالفترة القليلة القادمة إعادة تموضع للقوات التركية وقواعدها الموجودة في سوريا، وعليها الانسحاب منها بشكل نهائي. طبعا مثل ما قلنا لكم، وزير الخارجية الأمريكي يقول بكل وضوح أنه أحمد الشرع طالب الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدتها في محاربة الراديكاليين والإرهابيين الأجانب اللي موجودين في سوريا حاليا. طبعا الأمريكان وافقوا، لكن مين اللي راح يحارب على الأرض حقيقة؟ الجيش الأمريكي اللي اسمه قسد، لأنه حقيقة قسد هو أصبح جيش أمريكي. التدريب والتسليح والدعم، واليوم فات أكثر من 120 شاحنة جديدة، وبشكل يومي عم بيفوت على شرق الفرات، وتجهيز ومعدات عسكرية جديدة. إذن نحن أمام حرب قادمة لا محالة في سوريا، أكيد هاي على التنظيمات الراديكالية اللي موجودة، بطلب من أحمد الشرع طبعا، وراح تدخل فيها قوات قسد. والأهم من هذا كله يا راح أقول لكم إياه بكل وضوح كمان، أنه قسد ستكون مساعدة لأهل الساحل في إنشاء قوات متخصصة في الإقليم الساحلي، وبالتعاون مع بعض الضباط اللي كانوا موجودين وما تلطخت لهم في الدماء اللي رجعهم أحمد الشرع اليوم. فهذا أمر هام للغاية مشان يعرفوا أخواننا في الساحل أيضا. نعم المسألة يعني تجري بشكل بطيء، لكن أنا بفيديو قبل 3-4 أيام أو ببث مباشر والنشر على اليوتيوب قلت لكم 3 أشهر. نعم ممكن يمتد أكثر من 3 أشهر بشوي، لكن بعد 3 أشهر راح تتوضح السياسة الأمريكية بشكل واضح والغربية بشكل واضح أيضا في سوريا. لن يكون هناك في رفع عقوبات كما يظن كل الأغبياء اللي موجودين في العالم كلياته واللي طبلوا لمسألة رفع العقوبات. الرفع العقوبات سيكون بشكل تدريجي وبمراقبة بحتة. هل أحمد الشرع سيطبق كل ما مطلوب منه في سوريا، وعلى رأسهم إشراك الأقليات كلياتها في سوريا وتقسيم سوريا على شكل إداري لا مركزي إلى 5 أقاليم؟ فهذا مطلب دولي، تقسيم سوريا إلى 5 أقاليم، وبدأ اليوم تقسيم سوريا جغرافيا إلى 5 أقاليم أمنية. طبعا مثل ما قلنا لكم لا يستطيع أحمد الشرع مباشرة الخروج ويقول للشعب السوري سنطبق الفدرالية في سوريا، لأنه هذا شعب غير مهيأ وصعب، وراح ينقلب ويصير فيه اضطرابات وبلبلة كبيرة جدا سواء كانت إعلامية أو سياسية أو عسكرية. فلذلك راح يكون هذا الأمر بالتدريج، اللي راح يجي بالتدريج. أول شيء تقسيمات أمنية جغرافية، بعدين تقسيمات إدارية، بعدين أقاليم، وبعدين كذا وكذا لحتى تصل للمرحلة النهائية وإنشاء دستور سوريا الجديد اللي راح يتبنى النظرة هاي اللي قلنا لكم. فشل أحمد الشرع يعني تقسيم سوريا إلى 5 دويلات حقيقة. إذا نجح أحمد الشرع في سوريا بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية والأمريكان واستطاعوا طرد المقاتلين الأجانب والراديكاليين، سيكون الأمر أن سوريا تتحول إلى 5 أقاليم ودولة اتحادية. إذا فشل أحمد الشرع سوف تتقسم سوريا إلى دويلات، ممكن تكون كونفدراليات، لكن كونفدراليات وأعلى، وهذا أمر احفظوه كويس.
إذا لم ينجح أحمد الشرع في سوريا بتقسيمها إلى 5 مناطق فيدرالية لا مركزية ويحافظ فيها على وحدة سوريا، واستطاعوا الراديكاليين هزيمته، ستنقسم سوريا إلى 5 أجزاء أو 5 دويلات. راح نشوف أمور كثيرة على أرض الواقع راح تتغير خلال الفترة القادمة. الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن الاستراتيجية الغربية السابقة المتمثلة في شن حرب استنزاف ضد روسيا لم تعد مجدية. صرحت بذلك نائبة المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي مارغان أورتاغوس على قناة فوكس، وأضافت أن ترامب يسعى الآن إلى تعزيز السلام في أوكرانيا. وهذا الحديث اللي متعلق في الساحل السوري تماما، وهلا وصل هذا الخبر بشكل خبر عاجل. وأنا ربطت أوكرانيا بالساحل السوري قبل سنوات عديدة جدا.